راجع رجعة جديدة، محمد جاب عربية جديدة. وسع وسع يا هلا والله ليك وحش. فيديو النهارده هيكون عن وانا مالي، او تعتبرها فيديو كل اربع. ولكن قبل ما نبدا صلوا على النبي، حط لايك الفيديو، اشترك في القناه، فعل الجرس، روح تابعنا على الانستجرام، وخلينا نبدا. العبايات السوداء اللي هتعدي من قدامك في رمضان وتضيع صيامك، غض بصرك. خطر اللي قرب منها، لو فرقة بتطنبك متناسي انت وحشة هتبعد عنها. معرفش في معظم الناس يا جدعان تفضل العبايه السمراء عن بتوع ايجيبت، لكن هي اذواق، نسب وتناسب. اللي بعض كلامي انا وهي في الشات اول رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك الحاجة بطة التي نطت. اللي بعض هزار الاغنياء ده بيجيب لي صداع نفسي. لا بيقول لي قلت لها ايه المشكلة يعني ما تتخطبوا بذهب؟ يا عم لا يا حبيبي هو انتوا داخلين على رقم. ايوه يا عم، هو لما دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحده في قلبي وواحده عشان لحظة إدراك إن جرام الذهب ب 8000 جنيه وشايفينه عيبة. لو هتتخدم بالذهب، لا مالكش حق يا جدع. الذهب قال الذهب عمره ما يخش بيتنا. اللي بعده مراحل الجفاف العاطفي اللي وصلت ليه. الجماد بيحس بيك، والبني ادم اللي تكون اديت له وياما عملت فيه ما يتمرش فيه وما يتمسكش بيك رغم تمسكك بيه. اللي بعده ايوه، يعني انا عايز افهم حاجه برضو، يعني ايه بتنزل لي حاله على الواتس رومانسيه وتعمل لي منشن؟ استغفر الله العظيم يا رب. لو دخلت على الكومنتات بص معرفش ليه بتعملي كده بجد. ده اظبطيه شويه هتبقى زي الفل. اللي بعده انت مفهمها ان عيلتك غنيه قوي، خالك مع امها في الصاله، يا دي خالك اللي موجود في كل منزل. بس انا شايف ان في حاجه بتلمع. ده دهب بجد؟ هو ايه عملتها؟ الجرافطه بجد والله؟ والله ده دهب بجد والله؟ دي؟ والله. طب انا شايف يعني بعد اذنك، يعني شايف بعد ما نخلص الحلقه تدهاني عشان انا لسه دافع الغرامه. تقلبني الطاقي مش الجرافطه، فرق شاسع بين ايجيبت ومصر. اللي بعده قاعد بتكلم مع عمي في موضوع مهم واختي جت تتدخل. اسكتي لو سمحتي، اسكتي لو سمحتي، اسكتي لو سمحتي، انت اسكتي، اسكتي انت، اسكتي. هتشعلل الموضوع اكتر. دورها في الحياه عباره عن سرنجه تملى بنزين مش تملى دواء، وتولع الدنيا وتقعد في الاخر تقول لك انا عملت كده بريئه بنت. اللي بعد انا كدبت عليك، انا مطلعه وعندي 36 سنه. اعز الطلب للبعض. الشاب ما يقولش لا وطلقها، اكبر منه اصغر منه فيك الروح مش هنقول لا. الشاب قنوع بيرضى باي حاجه، باختلاف البنات تشوف لك 100 واحد تعجب بحوالي 3 4، اما الشاب يشوف ال100 يعجب بيهم ال100 على بعض. قد ايه احنا اخلاقك العاليه دي احرجت وخلتني هعيط. اللي بعده بحاول ابقى افتح من كده عشان اجمل شاب في مصر ما ينفعش يبقى اسمر. بجد والله هو السمار عيب ولا ايه يا اخواتي؟ يا كوكو ده بقى الشاب البنفسجي، انا بتفقع من الشاب اللي يعمل كده على فكره. اللي بعده يا سلاسه كله متفرج ومبتسم مش عارف. ريحه الفيديو فيرزاتشي، تحس ان دي كده اكتر اغنيه شعبيه وصلوا في التاريخ. يلا اللي بعده بص ده ريحه برفان عنقود العنب. لكن يبقى الاثنين للشاب شغالين. اللي بعده اعمل 100 مرة. حتى انا نفسي ده الشاب بيحاول يعبر عن انتمائه للمال. I love you money. للأسف بقى كله بيدور على الماني. يلا اللي بعده رمضان أهلا مرحبا رمضان. ده يا جدعان عاملين زينة رمضان بالكنزيات، يعني كده بقى رمضان في مصر حاجة ساقعة مش حاجة تانية. اللي بعده ما تنسى كلمة اختار شقي، معرفش هيبقى اعدائي على طول شديد اجزائي، وحياتي بموتخ ايامي مشيت تحس درامي، قدرت يابا اخصامي روح ده بابي ومامي لا مؤاخذة يعيط
تلعب في الدح ما تقولش هنا تخطأ يا ابني في غلط. شغل الدخلات قديم اتكشف اعمله على واحد تاني. عايزين فرح يا جدعان، اي حد عنده فرح يعزم. وهاجة غتت على فكره. اللي بعده النهارده معانا اكتر حاجات الرجاله مش مهتمه بيها. حماده وما ادراك ما حماده. معاكي حماده. الكلام ده للبنات عشان شكل البنات اليومين دول متلخبطين ومكبرين الموضوع. ده اكتر ما هو كبير. اول حاجه الحاجات اللي انت اشتريتيها لنفسك، ولا الشنطه من جوتشي ولا بتاع ايه من سيفورا، كل الكلام ده محدش بيبص عليه. البنات على فكره عشان بس تبقوا فاهمين حاجه، لا بيبص على شنطكم ولا بيبص على شكلكم ولا بيبص على الحاجه دي. هتيجي تقولي امال بيبص على ايه؟ بيبص تحت، عينيهم في الارض يعني. هتعملي قلق فين النهارده؟ اللي بعده ابو كرش يصون ولا ابو عضل يخون. انا شغال على الفورمه دي كويس جدا. اللي بعده وانت رايحه توري اهلك مجايبك اللي حلفت لهم ان ابن ناس ولو ما اتجوزتوش مش هتجوز غيره. يا بنت كل ده افصلك انا دلوقتي وما اتفرجش على الميمز؟ طب هفصلك يلا عشان بعد كده ما تكتبوش سي في حياتكم على الميمز. ايه ده؟ اللي بعده راجع من عند الحلاق مبسوط. ابويا ايه ده؟ ايه اللي تعمله في شعرك يا عادي من الشعور يا مايس؟ ايه ولا الحلقه دي ولا؟ الحلاق الحمار اصل المرايه بتاعته كانت مكسوره. ايه يا حاج وحشه ولا ايه؟ ايه يا عم التدريجه الحلوه اللي انت عاملها دي؟ انيكم دايما بتحدف شمال. اللي بعده حبيبي بس نتزوج كل يوم راح البس لك ونسهر للصبح. منظر مقرف يا بنت كم الشرابات. اللي بعده بفكر نعيد الماضي تاني لكن في فيديو كله جمعه، لكن لسه بفكر في الموضوع للامانه. اشوف الاول. اللي بعده امي وهي بتعرف اسرار العيله عشان تحلي القعده. خلاص يا اما كفايه. ليه كده يا اما ليه؟ ده انا اتفضحت قدام الكفر كله. اتفضحت في البلدين ياما. لكن اللي بعده لما تبقى مكتبه بالسبب وجايالي اواسيها والاقيها بتكلمه تاني. بس لقيتني بعاقب نفسي. انت ما غلطتيش لوحدك، انا كمان غلطت. يا رب ما تبعديش عني يا احلى نور في الدنيا. ان شاء الله هكون حره وهكون ليك. كملي نوم ياما، الداخل بينهم خارج. اللي بعده عريس الصالونات اللي ابوه وامه لسه بيصرفوا عليه وهياخد حب حياته. ده واحد يا جدعان قايل ميمز طالع من قهرته يعني، فاهمين بالي؟ بيشكل تشكيل ما شفتوش في حياتي. بيشكل تشكيل ما شفتوش في حياتي. بجد. اللي بعده جماعة أنا أول مرة في حياتي هاكل جنيه. بجد أنا خايفة قوي. هو أنا ممكن يحصل لي حاجة؟ اللي بعده انت لمجرد انك فكرت تعمل حاجة زي كده الثقة بقت مفيش ثقة. ما يمكن تركبيها على حاجة. اشمعنى انتوا يعني جدع يالا ما حدش ليه امان. اللي بعده شكرا بجد لكل حد وجعني. اصل الوجع خلاني افهم اني مديش لحد اعيش لوحدي احسن ما اعيش فاسيه مع ناس بتيجي عليا. انتوا جايين في الفيديو ده تسموا بدني يعني. انا عايز اخرج من المود والحزن اللي انا فيه. انت مش انسان. اللي بعده الاغنيه اللي هتنزلها شيرين. اضربني كل يوم، هزقني، علقني، شدني من شعري ودوس عليا برجليك، وبعد ما تعمل ده كله هحبك. اموت انا في المعاني الرخيصه. يا جدعان سيب الناس حالها. فكره يا جدعان اتضح لي حاجه على فكره. البني ادم لما يكون باقي للدرجه دي هو عشان بيحب بجد على فكره. لكن كتر القسوه وكتر البرود وكتر التناحه وانك تبين انك ولا بقى عليا ولا مره في حياتك ده كفيل زي ما حببني فيك يكرهني فيك للابد. ما تحكموش على الناس. لو حد بيبقى كتير او بيكون متمسك بحد فهو عشان خاطر بيحبه عشان مش عايز يخسره. لكن التاني لو مصمم خلاص التاني بعد كده بياخد بعضه وبيمشي وهيقابل وهيشوف وهيحب تاني. فاهمين بالي؟ فما تجوش على الناس يعني. اللي بعده عارف بيفكرني مين يا جدعان؟ قريب الراجل ده واسلوبي وكل حاجه والناس كلها عارفه اسلام ايه. يا روحي يا روحي صباح الورد يا روحي. ما تزعلش على الراجل لو مات، تزعل عليه لو خاب. اللي بعده بس انت ما حاولتش. في
في كل الحالات في الاخر هتطلع انت ابن كلب، وهتطلع ابن 60 في 70، وهتطلع انت ما عملتش حاجه، فعادي مفيش مشكله. اللي بعده سامحيني انا غلطان وديني ببكي وندمان. يعني عادي، احنا بنعمل فيديو مفيش اي حاجه، يعني احنا ممكن نقف كده عاديين، لا احنا لازم نعمل كده. حياتنا شتيمه قوي. وبكده يا باشا احنا وصلنا نهايه الفيديو، واشوفك على الفيديو الجاي. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان، خلاص فاضل عليه يومين، مش عارف هلحق اصور لكم فيديو تاني يوم الجمعه ولا لا، فاقولها لكم من دلوقتي. جود باي. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro.